دازت 30 عام ولقيتي راسك في نفس البلاصة، نفس المشاكل، نفس الصالير ونفس الخوف من المستقبل. اسمعني مزيان، حيت هاد الهضره اللي غنقول لك دابا تقدر تكون هي الفرق بين انك تبقى غارق وبين انك تبدا تعتق راسك. بزاف ديال الناس كيسحب ليهم باللي الفقر هو ما عندكش الفلوس، ولكن الحقيقه هي باللي الفقر في المغرب هو معادله مدروسه، الا دخلتي فيها صعيب تخرج منها الا ما فهمتيش القواعد ديالها. تخيل معايا، دازت 365 يوم، شحال من مره قلتي هاد الشهر غنبدا نوفر؟ شحال من مره قلتي هاد العام غندير مشروعي؟ وشحال من مره لقيتي راسك في الاخر ديال الشهر كتحسب الدراهم باش تكمل السيمانه؟ المشكل ماشي فيك بوحدك، المشكل في السيستام اللي كبرنا فيه وفي العقليه اللي تبرمجنا عليها. المغربي ملي كيشد الصالير كيصحاب ليه باللي راه ربح، ولكن في الحقيقه هذاك الصالير هو مجرد مخدر كيخليك تصبر على واحد الخدمه ما كتحملهاش، باش تشري حوايج ما محتاجهمش، باش تبان قدام ناس ما كيهتموش بيك. الوقت كيطير، وإلا بقيتي جالس كتسنى الفرصه تجي عندك غتلقى راسك دازت عام اخرى وانت في نفس القهوه كتهضر على نفس المشاكل وكتلوم نفس الظروف. اليوم ما جيتش باش نعطيك طاقة إيجابية ديال أنت تستطيع، جيت باش نصدمك بالحقيقة المرة، جيت باش نشرح لك معادلة الفقر اللي كتخليك تخدم ليل ونهار وتبقى ديما في الزيرو. علاش واخا كتخدم ما كيشيط لك والو؟ المعادلة بسيطة بزاف ولكنها قتالة. الدخل المحدود زائد المصاريف الوهمية زائد ديون المظاهر يساوي الفقر الأبدي. خلينا نفككوا هذه المعادلة طرف بطرف. أولا، الدخل المحدود. في المغرب أغلبية الناس محبوسين في واحد السقف ديال الصالير اللي يالله كيخليهم يعيشوا على الحافة. هاد الصالير كيتسمى حقنة البقاء، كيعطيوك القياس اللي يخليك تجي الخدمة غدا، ولكن ما يخليكش تفكر في الاستقلال المادي. وملي كتبغي تزيد في الدخل ديالك كيقولوا لك صبر، راه الوقت صعيبة. ثانيا، المصاريف الوهمية، هذه هي اللي كتقتل المغربي. حنا شعب كيعشق الاستهلاك العاطفي، كيخرج تليفون جديد خاصني نشريه واخا بالكريدي، كاين عرس في العائلة خاصني نبان أحسن واحد واخا نتسلف. هاد المصاريف كتسمى وهمية، حيت ما كتضيف والو لحياتك من غير لحظات ديال الفرح المزيف، ولكنها كتخلي ثقب في الجيب ديالك ما كيتجمعش. ثالثا، ديون المظاهر، هذه هي الضربة القاضية. الكريدي في المغرب ولا هو الأكسجين ديال الطبقة المتوسطة، كريدي ديال الطوموبيل، كريدي ديال السكنة، كريدي ديال السفر. بنادم كيولي خدام عند البنكة، كيولي الصالير ديالو كيخرج قبل ما يدخل. وهذا الشيء كله علاش؟ باش نبانو، باش الناس يقولوا تبارك الله عليه راه واصل. شوف هذا الواقع، بنادم كيشد 5000 درهم وكيكري ب 2500 درهم، وكتبقى ليه 2500 درهم للمعيشه والترونسبور والضوء والماء، وفي الاخر كيتعجب علاش ما دار والو في حياته. الواقع هو انك في هذه الحاله انت ماشي فقير بالمعنى التقليدي، انت عبد لهذه المعادله. انت كتبيع اغلى حاجه عندك اللي هي الوقت مقابل واحد المبلغ اللي ما كيسمحش لك تبني مستقبل. وعلاش قلت لك عام ويدوز والو؟ حيت هاد الدوامه كتخليك تعيش في مود سيرفايفل. ملي كتكون كتفكر غير كيفاش غتخلص الكرا هاد الشهر ما كيبقاش عندك الوقت ولا الجهد باش تفكر في كيفاش تطور راسك او كيفاش تبدا شي حاجه ديالك. الفقر الحقيقي هو فقر الطموح اللي كينتج على هاد الضغط المادي. كيوليو الاحلام ديالك صغار، يا ربي غير يدوز هاد الشهر بخير. وهذا الشيء هو اللي كيخلي العام يدوز مور خوه وانت كتبقى كوبي كولي ديال العام اللي فات، نفس الحسابات، نفس المشاكل ونفس الاحباط. دابا خاصنا نفهموا علاش كنديروا هذا الشيء لراسنا، علاش واخا عارفين باللي الطريق اللي غاديين فيها مسدوده كنزيدوا نكسيريو. الجواب كاين في النفسيه ديالنا وفي كيفاش تبرمجنا من الصغر. اولا، كاين فوبيا المظاهر. في المغرب القيمه ديالك في المجتمع مرتبطه بشنو كتملك، ماشي بشنو كتعرف ولا بشنو درتي. الا كنتي راكب في طوموبيل زوينه ولا لابس حوايج د الماركه الناس كيحترموك، والا كنتي كتركب في الطوبيس ولا لابس حوايج عاديين كيشوفوا فيك شوفه ناقصه. هذا الضغط الاجتماعي كيخليك تدخل في صراع مادي باش غير تحافظ على قيمتك قدام الناس. المشكله هي ان هاد الناس اللي كتحاول تبان قدامهم حتى هما غارقين في الكريديات بحالك، وحتى هما خايفين اللي يبانوا ناقصين.
ولينا مجتمع ديال المظاهر الفارغه فين كل شيء كيمثل على كل شيء، وفي الاخر كل شيء كيخلص ثمن غالي من راحته النفسيه ومستقبله. ثانيا، كاين عقليه الضحيه. بزاف منا كيسحب ليهم باللي الفقر هو مكتوب، انا تزيديت فقير غنبقى فقير. هاد الفكره كتعطيك واحد الراحه مزيفه، حيت كتخليك تهرب من المسؤوليه. ملي كتقول الدوله ما دارت والو او الظروف صعيبه، كترتاح حيت كتحس باللي ما عندك ما دير. ولكن الحقيقة هي باللي واخا الظروف صعيبة، انت عندك الاختيار في كيفاش كتعامل مع الفلوس اللي عندك. واش كتشري بيها اصول اللي غتجيب لك الفلوس من بعد، ولا كتشري بيها التزامات اللي غتخرج لك على اللي بقى؟ عقلية الضحية هي اللي كتخليك تجلس في القهوة وتنتقد الناجحين وتقول هادوك غير شفروا او عندهم الزهر. هاد الهضرة كتبرد لك القلب، ولكن جيبك كيبقى خاوي. ثالثا، الخوف من المخاطرة. تبرمجنا على واحد الجملة شهيرة: اللهم قليل مداوم ولا كتير مقطوع. هاد الجملة زوينة في الروحانيات، ولكن في الفلوس هي سم قاتل. كبرنا وحنا كنقلبوا على الاستقرار، لا ستابيليتي. والاستقرار في العقلية المغربية هو صالير مضمون وتغطية صحية. هاد الاستقرار هو في الحقيقة أكبر فخ، حيث كيخليك تخاف تخرج من المنطقة ديال الراحة ديالك، كيخليك تصبر على الذل وعلى خدمة كتكرهها وعلى مدير كيغوت عليك، غير حيت خايف لا تضيع هذيك البركة ديال الآخر ديال الشهر. الخوف هو المحرك الأساسي لمعادلة الفقر. خلينا نهبطوا للواقع ونشوفوا هاد الشيء كيفاش كيتطبق في نهارنا العادي. تخيل معايا حميد خدام في شركة كيشد 6000 درهم. حميد عاد تزوج وخاصو يفرش دار. شنو غيدير؟ غيمشي ياخذ كريدي ديال الاستهلاك باش يشري صالون بجوج المليون وتلفازة ب6000 درهم. دابا حميد قبل ما يبدا حياته ديجا راهن 1500 درهم من صاليرو للبنكة لمدة 3 سنين. مور عام حميد غيبغي يشري طوموبيل حيت محشومه مرتو تبقى تركب في الطوبيس، غيمشي ياخذ كريدي اخرى. دابا حميد ولا كيخلص 3000 درهم ديال الكريديات و2000 درهم ديال الكرا. شحال بقى ليه؟ 1000 درهم. 1000 درهم باش يعيش هو ومرتو شهر كامل. هنا كتبدا المعاناة. حميد كيولي معصب ديما، كيولي كيتضارب مع مرتو على قبل 10 دراهم، وكيولي كيشوف فراسو في المراية وكيقول فين مشات حياتي. حميد مثال حي لمعادلة الفقر. هو ما دارش جرائم، هو غير دار داكشي اللي كيديروا الناس. سيناريو تاني، سعاد بنت طموحة باغا دير مشروعها الخاص، ولكن كل مرة كتجي تبدا كيجيو عندها صحاباتها وعائلتها: واش انتي حمقى؟ تضيعي خدمتك المضمونة على قبل المغامرة، شوفي فلانة دارت مشروع وفشلات. سعاد كتسمع ليهم وكتخاف، كتقول عندهم الحق، الصالير احسن. كيدوز عام، جوج، 3، سعاد باقا في نفس المكتب كدير نفس الحاجة وكتحس باللي روحها كتموت بشوية بشوية. سعاد هي ضحية الضغط الاجتماعي والخوف الجماعي. وشوف هاد الحالة اللي كتوقع لينا كاملين. القهوة، كتجلس مع صحابك كدوزوا 3 د السوايع وانتم كتهضروا في الكورة، في السياسة، في غلاء الأسعار، وفي الآخر كينوض كل واحد كيخلص قهوته ب15 درهم وهو مقهور. هذيك 15 درهم ماشي هي المشكل هو الوقت اللي ضاع. 3 د السوايع يوميا هي 90 ساعة في الشهر. 90 ساعة كانت كافية باش تتعلم مهارة جديدة، باش تقرأ كتاب، باش تفكر في فكرة تخرجك من هاد الدوامة. ولكن المعادلة كتبغي منك تبقى تما في القهوة كتشكى وتلوم، حيت هذاك هو المكان اللي كيبقاو فيه الناس اللي ما كيديروا والو في حياتهم. تخيل راسك دابا، واش انت حميد، واش انت سعاد، ولا واش انت هذاك اللي كيضيع حياته في القهوة كيتسنى المعجزة؟ إلا كنتي واحد من هادو، راه دازت عام وما درتي والو. وباش نكون معاك صريح، إلا ما بدلتيش المعادلة دابا، راه غدوز 10 سنين وانت باقي في نفس الكرسي بصالير كبر شوية ولكن بمشاكل كبر بزاف. الفقر ماشي هو قلة الفلوس، الفقر هو ملي كيولي نهارك بحال البارح وعامك بحال اللي فات، وانت كتشوف الساعة كتدور وانت حابس في بلاصتك. واحد النهار غتفيق وغتلقى راسك شرفتي وما بقاش عندك الجهد باش تبدل. هذيك هي اللحظة اللي غتحس فيها بالندم الحقيقي. الندم ماشي على الفلوس اللي ما ربحتيش، ولكن على العمر اللي ضيعتيه وانت كتحاول ترضي ناس ما كيهمهمش امرك. بخلاصة، الجزء 3 و4 كيبينوا لينا باللي حنا اللي كنسجنوا راسنا في هذه المعادلة.
السيستم كيعطيك السوارت، ولكن الخوف كيخليك تسد على راسك من الداخل. وإلا كنتي باغي تعرف كيفاش تهرس هاد السجن وتخرج من هاد المعادلة القتالة، سمعني مزيان في الجزء الجاي، حيت تما كاين الحل اللي ما غيعجبش بزاف ديال الناس، ولكن هو الطريق الوحيد للحرية. وصلنا للمهم، كيفاش تخرج من هاد الروينة، كيفاش تهرس هاد المعادلة اللي حبسك. سمعني مزيان، حيت هادشي اللي غنقول لك دابا هو اللي ما كيعلموش ليك في المدرسة، وما غيقولوش ليك مديرك في الخدمة، وحتى والديك غالبا ما كيعرفوش. أول خطوة هي قطع الأكسجين على المظاهر. خاصك تعرف باللي أكبر عدو لثروتك هو الأنا ديالك، طون نيغو. إلا كنتي باغي تخرج من الفقر، خاصك تقبل فكرة أنك تبان فقير في الأول. بيع الطوموبيل اللي واخد بالكريدي، وركب في الطوبيس، قطع الاشتراكات اللي ما محتاجهمش، ما تشريش حوايج الماركة غير باش تبان. هاد الخطوة قاصحة، حيت الناس غيبداو يسولوك مالك، واش وقعت لك شي حاجة؟ هنا فين خاصك تكون قوي. خاصك تعرف باللي هادوك الناس اللي كيسولوك هما النيت اللي غيبقاو في بلاصتهم، وانت غتفوتهم من بعد. الهدف هو انك تخلي المصاريف ديالك في اقل مستوى ممكن باش يشيط لك الفائض. هذاك الفائض هو السلاح ديالك. تاني خطوة هي الاستثمار في المهارات عالية الدخل، هاي انكم سكيلز. الصالير ديالك محدود، حيت المهارة اللي عندك ساهل يتعوض فيها اي واحد. الا بغيتي الفلوس تزيد، خاصك القيمة ديالك في السوق تزيد. في العوض ما تضيع وقتك في القهوة، تعلم شي حاجة اللي العالم دابا محتاجها: البرمجة، التسويق الرقمي، المبيعات. الانترنت رد المعرفة رخيصة بزاف، ولكن بنادم كيستعملو غير في تيك توك والضحك الباسل. خصص ساعتين كل نهار لهاد التعلم. مور عام غتلقى راسك عندك مهارة اللي تقدر تجيب لك أكثر من الصالير ديالك بجوج ولا 3 ديال المرات. هذه هي الرافعة، ليفريج، اللي غتخرجك من الفقر. ثالث خطوة هي بناء الأصول، ماشي شراء التزامات. الفقير كيشد الفلوس كيشري بها حوايج كونسومابل، الغني كيشد الفلوس كيشري بها أصول assets. الأصل هو أي حاجة كتدخل لك الفلوس لجيبك وانت ناعس: أسهم، عقار كيتكرا، مشروع كيخدم بلا بيك، قناة يوتيوب، كتاب. في المغرب بنادم كيجري مور الحيط، ولكن الحيط كياكل الفلوس في الأول، الكريدي. تعلم كيفاش تحط فلوسك في بلايص اللي كدير الفلوس من الفلوس. هادشي كيتسمى الفائدة المركبة. إلا بديتي ب500 درهم كل شهر وحطيتيها في بلاصة صحيحة، مور سنين غتلقى عندك ثروة اللي ما كنتيش كتحلم بها. استثمر في راسك، حيت هذاك هو الاستثمار الوحيد اللي ما فيهش الخسارة. نتلاقاو في القمة، حيت الزحام كاين غير لتحت. كدير مجهود باش تفهم، دير مجهود باش تطبق. بدا دابا، ماشي غدا. تهلاو.